السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد بقى. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونشوف بقى ايه معانا في الفيديو النهارده. معانا ايه النهارده يا نوع في الفيديو النهارده؟ ان شاء الله كده انا نزلت السوق. جبت شوية مشتريات كده للبيت. طبعا انتوا عارفين ان رمضان الواحد بيستهلك حاجات كتير قوي فيه، فطبعا لازم نعمل ايه، اعادة كده تخزين تاني للبيت والحاجات اللي طلعت منه. طبعا الحاجات اللي احنا كنا مفرزينها يعني ابتدت تقل، فقلت لا لازم انزل اجيب كده شوية حاجات تاني جديدة للبيت عشان خاطر ايه ما يفضاش مرة واحدة علينا، ونلاقي نفسنا عايزين نجيب السوق كله ونشيله مرة واحدة، وطبعا دراعاتنا وايدينا توجعنا زي ما انا بيحصل لي كده. فقلت لا طبعا انزل كده ايه اشير شوية، اشير حلوة، اشتري شوية حاجات كده عشان نملى البيت واحدة واحدة كده. طبعا انتوا عارفين ان في العيد الفطر دوت الاسواق طبعا والناس بتاخد اجازة كبيرة قوي بعد رمضان، عشان طبعا طول رمضان الحمد لله شغالين بقى في الاكل وكده، فبياخدوا اجازة طويلة بالذات بتوع الخضار وكده، بيبقوا مسافرين طبعا في بلادهم، وعلى بال ما بيرجعوا بيبقى في وقت كبير قوي على ما يجوا يعني. فالواحد لازم كده يبتدي واحدة واحدة كده يخزن إيه الأكل مش الأكل يعني، يعمل خزين كده في البيت، ويبقى كده البيت ايه مليان بالخير. أول حاجة بقى أنا اشتريتها كده، اشتريت البصل دوت البصل النهاردة برضو كان ب15 جنيه، هو بقاله فترة ثابت على كده البصل الجديد ده. والبطاطس كانت عاملة 14 جنيه، بطاطس حلوة بتاعة التحمير. وجبت برضو طماطم، الطماطم كانت عاملة 6 ونص، سعرها حلو لسه برضو مازال. لازم الواحد بقى يجيب ويخزن كده شوية حاجات قبل ما تغلى تاني. طبعا انتوا عارفين ان البطاطس قصدي الطماطم بتبتدي تغلى كده على العيد الكبير، مش عارفة ليه بتغلى قوي كمان. فالواحد لازم الواحد كده يخزن شوية طماطم تاني ويفرزهم غير اللي هي خلصت دي. هنا جبت اهو بتاع تقريبا 2 كيلو طماطم، قلت اخليهم كده في التلاجة بينفعوا طبعا. والخيار دوت انا مش عارفة يا جماعة هي كلمة طبعا دي لازمة معايا بقالها كام فيديو كده، طبعا طبعا مش عارفة هي علقت معايا. الخيار لقيته ب14 جنيه، فجبت كيلو. طبعا طبعا برضو في السحور بيبقى حلو كده الواحد ياكل خيار في السحور، بيرطب عليه كده وبيشيل اي حموضة او اي حاجة، فبيبقى حلو اوي الخيار في السحور يعني. فجبت كيلو كده وقلت ايه اشيله برضو في التلاجة. بصوا الطماطم حلوة وحمرا ازاي زي الفل ما شاء الله يعني. اليومين دول الواحد يجيب ويخزن يعملها يفرزها يعني صلصة كده تبقى جميلة يعني. بس بعد كده جبت بقى لحمة مفرومة، قلت بقى ما اعمل اكلة كده فطار كده في السريع عشان خاطر الوقت كان جري بيا، وعلى بال ما رجعت من السوق وجبت الحاجة كان الوقت اتأخر يعني. قلت بقى اعمل كده حاجة في السريع، لقيت اقرب حاجة اعملها الحواوشي. جبت كده لحمة مفرومة ورحت بشرة بصلتين كده حلوين، وقطعت فلفل رومي. عايزين تحطوا فلفل حامي مش مشكلة، اللي عايز يحط يحط يعني على حسب رغبته، هو بيحب الحامي. فانا حطيت كده قرن رومي، وحطيت برضو فلفل حامي عشان احنا بنحب الحاجة يعني تبقى ايه سبايسي شوية. فقطعت كده في السريع زي ما انتوا شايفين، كنت مستعجلة عمالة ابص واقطع مش عارفة اعمل ايه ولا ايه، كانت الساعة خلاص 5:15 وكان مش فيه وقت يعني. فكان اسرع حاجة فعلا اعملها هي الحواوشي. فبشرت كده بصلاية وحطيت اللحمة معاها. يعني كان في حتة لحمة كده لازقة في الكيس مكانتش عايزة تنزل. فطبعا انتوا عارفين اليومين دول الواحد ايه كل حاجة غالية، فلازم الواحد ايه يحافظ على النعمة يعني، غير حتى لو هي مكانتش غالية فلازم الواحد يحافظ على النعمة يعني.
يلا لو انت بقى معايا لغايه دلوقتي كده ما تنسيش يا حلوه انت وهي تحطي اللايك، بالله عليكم ما تنسوش اللايك، انتوا عارفين اللايك ده اللي بيرفع الفيديو يعني. بس حطيت بقى بعد كده التوابل بتاعتي، الكمون والشطه وفلفل اسود، وحطيت كمان زي رشه قرفه كده. رشه القرفه دي بتشيل اي زفاره في اي حاجه يعني، فبتبقى وبتدي طعم كمان للحواوشي حلو. حطيت بقى كمان فلفل اسود، وحطيت الملح بتاعي. هو بصوا للاسف المشكله ان انا ما حطيتش ملح كتير، فكان ايه يعني ما كانش، كان عايز كمان شويه ملح شويه تاني، بس انا طبعا عشان الواحد صايم كده ما عرفتش ادوق يعني. بس بقى هبتدي بقى جبت العيش بتاعي وفتحته كده زي ما انتوا شايفين، وايه ابتديت احط اللحمه بتاعتي في قلب الرغيف كده، عاملاه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اسهل حاجه ممكن تعمليها، انا كنت قلت لماما هنجيب حاجه اكل من بره جاهز، قلت لها ايه رايك نجيب حواوشي من بره وكده. فلقيت طبعا الرغيف من بره بيتلحوس لحمه كده، ومش طبعا مش مضمونه اللحمه اللي احنا جايبينها من بره، ولقيت الواحد ب35 جنيه. قلت لها لا ده انا هعمله في البيت احسن واوفر يعني. آه جبت كده اللحمه ورحت عاملاها، وعملت بصوا كام رغيف كده، عملتهم على 4 ترغيفة، كانوا مليانين بسم الله ما شاء الله يعني. الرغيف كان مليان كده وحلو، فاحسن كمان واوفر وانضف من بره بكتير يعني. على الاقل انت حاجه عاملاها ومضمونه، في عامله عارفه اللحمه جايباها ازاي، وعارفه انت عامله حاجتك ازاي، احسن من اكل بره بكتير. انا عامه ما بحبش اكل بره ده الا لو كنت مضطريه ان انا اكله، بس الا غير كده انا كل حاجه بعملها في البيت الحمد لله رب العالمين. وطبعا دي احسن حاجه يعني، ومعوده ولادي على كده. اي حاجه هم عايزاها من بره، زي فراخ كنتاكي، اي سندوتشات، اي حاجه من بره عايزينها، انا بحاول بقدر الامكان اعملها لهم في البيت واقدمها لهم بنفس الطريقه بتاعت بره يعني. حتى هما بقى حابين حاجتي، بيقولوا لي حاجتك يا ماما في البيت اللي بتعمليها بتبقى احسن من بره بكتير. بس حطيت كده الحواوشي في الفرن عشان خاطر يستوي يعني، وقلت اعمل بقى شويه سلطه كده حلوين جنب الحواوشي يعني. السلطه بصراحه تبقى لازم تبقى موجوده كل يوم يعني على الفطار. ولو ان انا في رمضان ده مقصره قوي في السلطه مش بعملها، بس يعني ايه بحاول بقدر الامكان ان انا ايه اخليها يعني موجوده، او في الفطار او في السحور. عارفين ان هي مفيده وبتظبط الجسم كده وكلها فيتامينات، طبعا لازم تبقى موجوده في السحور. قصدي في اليوم يعني في الصيام، سواء بقى في السحور او في الفطار لازم تبقى موجوده. بس كده قطعت بصلايه في الاول، وانا هقطع بقى كده الطماطم. آه نعمل كده طبق سلطه محترم. وطبعا خلاص كده احنا خلاص رمضان هو بقينا يوم 16 رمضان يعني. ربنا يا رب يجعلنا كده من عتقاء من النار، ويرحمنا برحمته، ويتقبل منا صالح الأعمال. ما تنسوش بقى يا حبايبي كده ان شاء الله الأيام اللي جاية دي كلها أيام خير، وربنا يا رب يبلغنا ويبلغكم ليلة القدر. احرصوا على الدعاء دايما فيها في الأيام ديت، عشان ربنا يعني يوفقنا كده ويجعلها ليلة القدر، ويجعلنا فيها من المقبولين يا رب. ما تنسوش الدعاء دايما كده، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ده دايما طبعا تدعوا في الايام ديت كل شويه كده، وجعلوا كده السنتكم يعني معطره بذكر الله دايما. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. طول ما انتوا واقفين، حتى لو واقفين في المطبخ بتعملوا الاكل او تعملوا اي حاجه، ادعوا بالدعاء ده. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. يا رب ويبلغنا ويبلغكم يا رب كده ليلة القدر يا رب العالمين. ادعوا ربنا يا جماعة بكل اللي في قلوبكم، وادعوا ربنا بكل اللي انتوا تتمنوه يعني في حياتكم. ادعوا لأولادكم، وادعوا لنفسيكم، وادعوا لأزواجكم، وادعوا لكل حد والله يا جماعة. ادعوا للناس كلها بالخير، ربنا ان شاء الله يتقبل يا رب. طول ما انتوا قاعدين وحذاري تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أنفسكم في الأيام دي. بالله عليكم محد يدعي على حد في الأيام دي. ربنا يا رب كده يتقبل منكم صالح الأعمال وصالح الدعاء يا رب العالمين. ربنا يجعلنا من المقبولين يا رب يا رب العالمين. يا رب وينصر إخواننا في فلسطين يا رب، ويزيح عنهم الكرب يا رب العالمين. يا رب انصرهم يا رب نصر عزيز مقتدر يا رب العالمين. يا رب كده خليكي معاهم يا رب، ويزيح عنهم يا رب، وانصرهم يا رب على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. ادعوا كده لإخوانكم يا رب،
ربنا يا رب ينصرهم ويزيح عنهم الكرب اللي هم فيه يا رب العالمين. ادعوا لاخوانكم كده في فلسطين يا رب العالمين، ربنا يزيح عنهم يا رب اللي هم فيه، ربنا يرفع عنهم البلاء يا رب، ربنا يرفع عنهم يا رب وينصرهم، امين يا رب العالمين. طول ما انتوا واقفين كده يا حبايبي والله يعني خير حاجة تعملوها الدعاء. طبعا قراءة القرآن دي حاجة يعني مفروغ منها، يعني في وقت الصلاة بنقراه أكيد، أو وقت ما احنا بنبقى فاضيين بنقرأ، بس الدعاء ده دايما طبعا مش محتاج ان انت تقعدي ولا تفضي نفسك، دايما خلي لسانك كده عامر بذكر الله وربنا يتقبل. ادعي ربنا باللي نفسك فيه، اللي نفسك، حتى مش لازم تبقى بصيغة دعاء معينة، مش لازم تبقي تقولي يعني ايه بالفصحى ولا بأي حاجة، لا، اللي عندك قوليه، اللي يطلع من بقك قوليه، قولي له بس يا رب. والله انا ساعات ما ببقاش انا عارفه اقول ايه عن اللي جوايا، واقول له يا رب انت عالم باللي جوايا وانت اعلم بيه يعني. قولوا يا رب، قولوا له يا رب، خدوا كده كلموا ربنا وقولوا له، واتمنوا اللي انتوا عايزينه. قولوا ربنا يفرج عنكم كرب حاجة، قولوا ربنا يوسع عليكم كل حاجة، ان شاء الله ربنا مستجاب يا رب. يا رب ان شاء الله يستجيب منا دعائنا يا رب، ويستجيب منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا، ويجعلنا من المقبولين، ويجعلنا من عتقاء من النار يا رب العالمين. يا ربنا يتغمدنا ويتغمدكم برحمته يا رب العالمين يا رب العالمين. يا رب اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. دايما 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 يا اخواتي اليومين دول بالذات الدعاء ده كده، بص الزموه على طول، طول وقتك وانتي واقفة في المطبخ وانتي قاعدة وانتي كل ما تيجي في بالك تقوليه تقوليه يا رب. ربي يتقبل يا رب ان شاء الله. هنا بقى خلاص نرجع للفيديو بتاعنا، عشان بس محدش يقول انتي شيخة وعمل، لا والله ده كلام عادي، وربنا يعني يثبتنا وي يعني ربنا بيقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني أنا بذكركم ونفسي بالدعاء دوت، مش عشان أنا شيخة ولا لا عاملة فيها أي حاجة، لا أنا يعني ربنا يثبتني يا رب ويثبتكم كده ويخلينا يا رب يتقبلنا. يعني أنا أبسط خلق الله، يعني أنا عبد الفقير إلى الله. يعني بس خلاص بقى خلصنا بقى السلطة، ايه بقى عندنا طبق السلطة الجميل ده. نرجع بقى لموضوعنا في الفيديو تاني، وانتوا برضو لسه لغاية دلوقتي معايا في الفيديو ما تنسوش اللايك، مش هقول لكم تاني بقى، بس احنا في ايام مفترجة وربنا شاهد عليكم. ايوه اللي نسيت تحط اللايك كده في اول الفيديو تتشجع كده وتحطه، واللايك ده امانة. هنا بقى حطيت الملح والليمون والتوابل بتاعتي، وحطيت شويه خل. اقلب بقى طبق السلطه الحلو الجميل ده، كلها فيتامينات. بص كده كل الالوان دي، كل ما تكتري في الوان السلطه كل ما كانت الفيتامينات عندك اكتر. احلى طبق سلطه ده. والله والله انا النهارده قعدت اكل في طبق السلطه ده اكتر من الاكل اللي حسيت كده ان معدتي اتملت ومرتاحه. بصوا شكله يفتح النفس. بس كده بقى خلاص خلصناه، نحطه بقى على جنب. هنا بقى ايه خلاص الحواوشي ايه كنت جبته، ندهن كده وشه شوية زيت كده من فوق ومن تحت. ده كنت شغلت بس الفرن شوية عشان خاطر يسخن شوية، وقلت بقى ايه بعد كده احطه. انا قلت لكم في الاول ان انا حطيته بس ما كنتش لسه حطيته. انتوا عارفين لما بدبلج الفيديو ده ببقى حاسه ان انا نسيت حاجات كده في الفيديو، انا مش عارفه انا حطيت ايه وعملت ايه، بس انا كنت حطيتهم على جنب على بال ما خاطر الفرن يسخن شويه واحطهم. هنا بقى جبت ايه شويه زيت كده دهنتهم من فوق ومن تحت، وحطيتهم في الصينيه بتاعتي كده. وطبعا في تريكايه كده هتخلي بقى الحواوشي ده يروح معاكي كده ايه في حته تانية، هتودي الحواوشي ده في حته تانية وهتطعمه كده ويبقى حلو. نجيب بقى حته سمنه بلدي كده من عندنا ونحطها كده على الحواوشي، يا سلام هتديكي احلى حواوشي، وريحته وطعمه مش قادره اقول لكم عامل ازاي. فعلا فعلا غير ان انت تحطي الزيت، حطي حته سمنه كده على الحواوشي وادعيلي، بالذات لما تكون سمنه بلدي مش اي سمنه. لو اي سمنه ما تحطيش، لكن لو سمنه بلدي حطي حته. اه والله فعلا زي ما بقول لك كده، ان لو سمنه تانية مش هتفرق عن الزيت في حاجه يعني، لكن لو حته سمنه بلدي كده تحطيها في الحواوشي اتفرجي بقى على الطعم. كده بقى هدخله على الفرن وخلاص كده ايه
الفطار بتاعنا بقى جاهز. هنا بقى هنعمل شوية بلح كده باللبن. اكتر حاجة بحبها على الفطار البلح باللبن، غير ان هو سنة، فهو فعلا طبعا بيدي طاقة كده، ويدي برضو فيتامينات حلوة اوي للجسم. غير طبعا انا بحبه يعني بصراحة، طعمه احلى من التمر والصوبيا والحاجات دي كلها، المصنعات دي كلها الالوان. غير التمر بقى الطبيعي بيبقى طبعا حاجة تانية، يعني طعمه حلو طبعا. غير الصوبيا طبعا لو انت عاملاها في البيت من الالف للياء هتفرق برضو معاكي كتير. لكن طبعا احلى حاجة تفطروا عليها هو التمر باللبن ده، احلى حاجة. التمر اللي هو البلح يعني، مش التمر اللي هو التمر هندي، التمر البلح ده مع شوية لبن كده احلى طاقة. والله ممكن انا النهاردة فطرت يا دوب شربت اللبن بالبلح دوت، وكلت شوية سلطة، والله احلى حاجة والله يا جماعة، مش بكتر الاكل. حسيت كده ان ايه اكل صحي، كلتي حاجة كده صحية، لا هي ضايقتك، ولا حسيتي كده بتخمة، ولا حسيتي بكسر، ولا حسيتي بأي حاجة كده خفيفة ملت معدتك، وفي نفس الوقت خدتي منها الفايدة وخدتي منها الطاقة، وحاجة كويسة جدا. يعني انا عودت ولادي كمان ان هم ياكلوا معايا البلح باللبن ده على الفطار. كان الاول يحبوا يشربوا تمر ويحبوا يشربوا الحاجات دي، قلت لهم لا، التمر عامة اللي هو بيتباع ده اللي هو البودر ده معظمه بيبقى سكر وعليه لون وطعم كده وخلاص. لكن التمر ده اللي هو البلح باللبن ده مفيد جدا، مفيد للأطفال، مفيد لينا، مفيد كل حاجة يعني ما شاء الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش حاجة إلا ما فعلا يكون فيها فايدة للناس يعني. أنا بقى أحطه كده في الكوبايات، أنا فصصته كده وشلت النوا بتاعه وغسلته. هو اي نعم تمر طري، بس انا بحب اغسله برضو، يعني ما يمنعش ان يبقى في تراب جه عليه مكان ما الايدين مسكته وحطيته في العلب، فلازم يتغسل. غسلته وحطيته كده في الكوبايات، واحط بقى عندي اللبن بتاعي عليه كده، واسيبه بقى شويه على بال ايه ما الفطار ما بياخدش وقت، هو على طول كده في السريع. ممكن تضربيه في الخلاط لو مش حابه تاكلي البلح كده على طول، في ناس بتضربه في الخلاط برضو بيبقى حلو، بس انا بحب كده اكل البلح كده مع اللبن، بيبقى طعمه احلى يعني. انا بحب كده. لكن لو انت حابه ان انت تضربيه ويبقى عصير كده على طول، اعملي مفيش مشكله، ده كويس وده كويس. خلاص كده بقى كان الفطار بتاعنا جاهز. حواوشي الحلو بتاعنا الجميل اهو. بصوا كده اللحمة مستوية ازاي وحلوة زي الفل، وشوية السلطة وطبق الجرجير والبلح باللبن بتاعنا. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامة.